في هذا الجزء سوف نتعرف على كيفية تنسيق الجداول، وسنقوم بتنسيق هذا الجدول. فنفتح القائمة فورمات ونختار فونت، ومن القائمة فونت في هذا المربع الحواري نختار نوع الخط الذي نريده، ومن القائمة سايز نختار حجم الخط المناسب وليكن 12، ومن القائمة فونت ستايل نختار أسلوب التنسيق الذي نريده سواء سميك، بولد أو مائل إيتاليك، ثم نضغط OK. فيتم تطبيق هذه التعديلات على محتويات الجدول بالكامل. وكما نرى بعد تغيير حجم الخط أن بعض البيانات قد أصبح أكبر من عرض العمود، وبالتالي لا تظهر البيانات بالكامل داخل هذا العمود. ويوفر لنا البرنامج إمكانية التحكم في عرض الأعمدة لكي تتناسب مع محتويات الخلايا، بحيث يتم عرض جميع البيانات الموجودة. فنضغط بمفتاح الماوس الأيمن على العمود الذي نريد تغيير العرض الخاص به، ونختار Column Width من القائمة المختصرة، فيظهر المربع الحواري Column Width. فنقوم بإدخال القيمة التي نريدها في الخانة Column Width، ونضغط OK. فيتم تغيير عرض العمود، ولكن كما نرى أن البيانات لا تظهر بالكامل أيضا. فنعود إلى المربع الحواري مرة أخرى، ونضغط على مفتاح Reset. فيقوم البرنامج بتعديل عرض العمود بوضع أفضل قيمة لعرض العمود تتناسب مع محتويات الخلايا. ويمكننا تنفيذ الأمر Best Fit بدون الدخول إلى المربع الحواري بالضغط المزدوج على هذا الخط الفاصل بين الأعمدة، وبوضع المؤشر على هذا الخط سوف يتغير شكل المؤشر كما نرى. فنضغط المؤشر مع السحب لتغيير عرض العمود كما نريد. كما يمكننا التحكم في ارتفاع الصفوف أيضا بعدة طرق. فنضغط بمفتاح الماوس الأيمن على هذه الخلية على يسار الصف، وباختيار Row Height سوف يظهر المربع الحواري Row Height. فنقوم بإدخال القيمة التي نريدها في هذه الخانة، وبتشغيل الاختيار Standard Height سيقوم البرنامج بتحديد قيمة الارتفاع بالقيمة الافتراضية بصرف النظر عن القيمة التي أدخلناها، ثم نضغط OK. فيتم تغيير ارتفاع الصفوف، وبوضع المؤشر على هذا الخط يتغير شكل المؤشر كما نرى. فنضغط بالمؤشر مع السحب لتغيير ارتفاع الصفوف كما نريد. ويمكننا إخفاء أي عمود من أعمدة الجدول، وذلك باختيار العمود الذي نريد إخفاؤه، ثم نفتح القائمة المرسلة فورمات ونختار Hide Columns. فنلاحظ اختفاء العمود من الجدول. ولإظهار العمود مرة أخرى نفتح القائمة فورمات ونختار Unhide Columns، فتظهر النافذة Unhide Columns التي تحتوي على جميع الحقول الخاصة بالجدول. وكما نرى أن البرنامج يضع علامة صح أمام العمود الظاهر في الجدول. فنضغط بالمؤشر أمام اسم العمود، ثم نضغط على مفتاح Close، فيظهر العمود داخل الجدول مرة أخرى. ويمكننا أيضا اختيار تثبيت عمود معين ووضعه على يسار جميع الأعمدة، بحيث يظل هذا العمود ظاهرا بشكل دائم أثناء التنقل داخل الجدول. ولعمل ذلك نختار العمود الذي نريده، ثم نفتح القائمة فورمات ونختار Freeze Columns. فيقوم البرنامج بنقل هذا العمود إلى أقصى يسار الجدول. والآن نقوم بتحريك الشريط المنزلق السفلي للتحرك داخل الجدول. فنلاحظ أن هذا العمود يظهر دائما في نافذة البرنامج على الرغم من تحرك باقي الأعمدة. ويمكننا اختيار تثبيت أكثر من عمود في نفس الوقت، وذلك باختيار هذه الأعمدة، ثم اختيار الأمر Freeze Columns من القائمة المرسلة فورمات. وإذا أردنا إزالة تأثير الأمر Freeze Columns نفتح القائمة المرسلة فورمات مرة أخرى ونختار الأمر Unfreeze All Columns. ولحذف أحد صفوف الجدول نختار الصف الذي نريد حذفه، ثم نفتح القائمة المرسلة Edit ونختار Delete. فتظهر رسالة للتأكيد على عملية الحذف، فنختار Yes، فيتم حذف الصف. وإذا أردنا حذف أحد أعمدة الجدول نختار العمود الذي نريد حذفه، ثم نفتح القائمة المرسلة Edit ونختار Delete Column. فتظهر رسالة تخبرنا بأنه سيتم حذف هذا الحقل بجميع ما يحتويه من بيانات، فنضغط Yes، فيتم حذف الحقل بالكامل من الجدول.
ويمكننا البرنامج أيضا من التحكم في شكل الجدول كما نريد، وذلك عن طريق فتح القائمة المسجلة فورمات واختيار داتا شيت، فيظهر مربع الحواري داتا شيت فورماتينج. ومن الجزء سيل افكت نختار أحد الأشكال سابقة الإعداد للجدول، وباختيار أي من هذه الخيارات تظهر معاينة لشكل الجدول في الجزء سامبل كما نرى. وعند اختيار raised أو function من هذا الجزء نلاحظ أن معظم خيارات هذا المربع الحواري أصبحت غير فعالة، فنختار flat مرة أخرى من هذا الجزء. ومن الجزء grid lines shown يمكننا إخفاء أي من خطوط الجدول الأفقية أو الرأسية، فلإخفاء الخطوط الأفقية للجدول نزيل تشغيل الاختيار horizontal، ومن القائمة background color نختار اللون الذي نريده لخلفية الجدول، ومن القائمة grid line color نحدد لون حدود الجدول، ومن الجزء border and line style نحدد أسلوب خطوط الجدول، فلتغيير أسلوب خطوط الجدول الرئيسية نختار vertical grid line من هذه القائمة، ثم نختار الأسلوب الذي نريده من هذه القائمة. ومن الجزء direction يمكننا تحديد طريقة عرض الجدول سواء من اليسار إلى اليمين باختيار left to right، أو من اليمين إلى اليسار باختيار right to left. ولتطبيق الإعدادات التي قمنا بإجرائها والخروج من المربع الحواري نضغط على المفتاح OK.